خلونا نحكي عن موضوع ماهر وعودته للساحل بشكل جدي شوي. اليوم اللي شفناه انه سوريا فيها قنبلة موقوتة. اليوم الناس اللي بالساحل هن اخطر بكثير من قسد. اللي متخيل اليوم انه مشكلتنا مع قسد هذا موضوع تاني. صدقوني اليوم رح ينحل هذا الموضوع بالسياسة، وبنتمنى انه ينحل بالسياسة والمفاوضات. اللي مستني يشوف حرب، انا ما بتوقع الحل العسكري بصراحة. مو لأني شادد معهم أو بدي إياهم أو لا، ولكن ما بتوقع يكون في حل عسكري. لكن اليوم مشكلتنا الحقيقية هي الساحل. ليش هذا الحكي؟ لأنه بزمن النظام ما كانت قسد تهديد لدمشق. الجماعة كانوا محافظين على منطقتهم، سالمين خير شر باستثناء بعض الانتهاكات. لكن اليوم أنت عندك الجماعة مؤيدين الأسد أو يلي كانوا مع الأسد بشكل علني، واليوم قال لك نحن أخوة ونحن أولاد وطن. هدول الخوف منهم. اليوم لازم العمل على قانون في سوريا، قانون جديد بنص على تجريم كل من يؤيد أو يبرر للأسد. إشاعة بغير إشاعة بغير شيء. أنت لما تكون مؤيد للأسد أنت هون مثلك اللي بيأيد النازيين. لابد هذا الشيء موجود لحد هلا بألمانيا. هدول الناس أخطر. هدول الناس أيمت من كان بينفجروا بوشنا وبيعملوا ثورة مضادة. لابد اليوم على القيادة السورية، على إدارة العمليات العسكرية، الضرب بيد من حديد. اليوم أنت عندك دولة عم تواجه مجموعات مسلحة، ولابد عليها الضرب بإيد من حديد. بحكي وبكررها، اليوم أمن الوطن وأمن المواطن بيستحق هذا الشيء. وبعدين روسيا اللي شادين حالهم فيها، اليوم كان وفد من روسيا معنا. وفد من روسيا جاي يزور دمشق وبده يصلح العلاقات. يعني اليوم مو بعيد يكون مثل ما قالوا لك انه ماهر الاسد اجا والطيران الروسي معهم. بالعكس يا حبيبي، اذا الطيران الروسي تدخل راح يتدخل مع اداره العمليات العسكريه، مو معكم ابدا. اليوم ما في حدا معهم. اليوم لازم انتهاز الفرصه. فلول الأسد ما يضل له وجود. أي سلاح خارج عن الدولة لابد أنه يرجع لحضن الدولة، وخاصة بعيد وبكرر الناس اللي بالساحل، ريف حمص، ريف اللاذقية، ريف جبلة، وهي المناطق. هدول سلاحهم لازم يتسلم. هي الفرصة. أنت اليوم بحرب، لازم تضب الموضوع، حتى وإن كلف الموضوع انك تطالعهم بالباصات لمنطقة تانية لبين ما تنظف المنطقة. حتى وان كلفك الموضوع طالعهم في باصات حمر، طالعهم كلهم، تنظف المنطقة، بعدين بيرجعوا. اذا شايفين هذا الحل بعيد، لابد على التنظيف والتمشيط بشكل كبير. لا، التساهل هذا جريمة. عملية التساهل والتسامح مشكلة كبيرة.